عمري ما رديت على حد شتمني. طيب يا اخويا، مش الراجل الجدع المظبوط يخلي الشباب اللي اصغر منه اللي هم بيتابعوه يعملوا نفس الفعل اللي هو بيعمله؟ يعني انت بتقول انك عمرك ما رديت على حد بيشتمك، امال ليه كل اغانيك بتوجه الشباب ان انت اللي يشتمك مش بس ترد عليه، ده انت تقطع له وشه وتروح تجيب له صحابك وتمسك السحابه وتمسك القطر وبص يابا، يعني بص هعمل بيبي دخان عليكم من الشخصيه اللي انت بتقدمها للناس دي مش شخصيتك. يعني انت بتخليهم يمشوا، هم يتحرضوا ويعملوا مصايب، وانت بقى المحترم اللي ما بتردش على حد. وماشي جوه الحيط مش جنب الحيط، جوه الحيط. ولا بطير بقى ولا بقول انا بعمل وبسوي. اللي بيمشي جوه الحيط ما يقول لي الجيل اللي عنده 14 سنه و15 سنه و16 سنه امشوا جوه الحيط، بدل ما هو بيقول لهم اللي نفسه فيا بيتي ما يتوه، وبدل ما يقول لهم انا هدوس على وش الاخصام، وبدل ما يقول لهم ايوه وجه لهم الشخصيه اللي انت لابسها دلوقتي، انك لا يا ابني كافح، ولا يا ابني اشتغل، ولا يا ابني اعمل الصح، ولا يا ابني ما تردش على الشتيمه وامشي جوه الحيط. فين الشخصيه دي حلوه انت بتتظاهر بيها، بس نخلي الجيل الصغير الرجول عنده في المطوة. الشباب الصغير يا اخواتي بالله عليكم ركزوا، شوفوا هو بيصدر ايه عن نفسه وبيوجهكم انتوا لايه. فكروا شوية، انا مش طالع انا اقول لكم الكلام ده من نفسي، الكلام ده منه هو اهو. بصوا هو ملاك، وماشي جوه الحيط مش جنب الحيط. عمره ما بيرد الشتيمة على حد وماشي جوه الحيط، بس عايزكم انتوا شياطين تقطعوا بعض وتمشوا بالسلاح والمخدرات والنسوان علشان اخركم تبقوا جوه السجن مش جوه الحيط.